مع هذا البرد ما كاين ما احسن من فطور سخون صحي كيدفي الجسم وكيعطيك طاقه من الصباح. اليوم ان شاء الله جبت لكم حسوه الشعير بالزرارع، وصفه مغربيه تقليديه غنيه ومفيده كتشد البرد وكتقوي الجسم. هذا الفيديو غنشارك معكم الطريقه الصحيحه مع اسرار بسيطه باش تجيكم الحسوه بنينه ومتوازنه. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا طريقه التقديم اللي كتخلي هذا الفطور كيجي صحي وشهي كيف ما كتشوفوا معايا، وسخونه كتدفي في هذا البرد هذا. سهله التحضير، فيها منافع قويه بزاف بهاد الزرارع هادو. على بركه الله نبداو معكم المقادير. في طنجره كنوضع البلبوله ديال الشعير ديالي رقيقه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وكنغسلها باش كنحيد منها دوك الشوائب ديالها بهذه الطريقه هذه. بعد ما غسلتها كنضيف معلقه ديال النافع ومعلقه صغيره ديال الحلبه. هاد الزرارع هما اللي كيعطيونا داك البنه في البلبوله. وكنضيف كذلك القليل من السانوج، وكنضيف بصله الحمراء، انا ضفت نص البصل، القليل من الملح، وكنضيف الماء الكافي اللي غطيب ليا فيه الحسوه، فهي ما كتطلبش معنا واحد الوقت كتير في الطياب. وكنوضعها على واحد النار اللي كتكون مهيله باش كطيب ليا على خاطرها، كتاخد داك الوقت الكافي في الطياب ديالها. وهنا بعد ما كتغلى لينا كيف ما كتشوفوا كنحيد ديك الرغوه اللي كتطلع لي الفوق البيضه بهذا الشكل هذا، وكنستمر حتى كنحيدها كامله وكنخليها تغلي. فصدقوني كيجي فطور صحي 100%. وكيف ما كنعرفوا الحسوه هكا بالزرارع هي من اقدم الفطور المغربي، كيجي غنيه بالفوائد الصحيه ديالها اللي كتعطينا الدفء والطاقه في هذا البرد هذا. كنصايبوها من الشعير والتوابل الطبيعيه اللي كتعزز المناعه ديالنا، وكتجي خيار مثالي هكا للفطور للصغار وكذلك الكبار. وبعد ما طابت لينا كنضيف واحد نص كاس ديال الايلان، كنخلطو في الماء وكنضيفو ليها، وكنضيف كاس ديال الحليب. الا بغيتو تضيفوه كيبقى اختياري، بغيتو تخليوها هكا حتى هي كتجي مزيانه. الوليداتنا ضروري كيبغيو هكا الحليب باش يشربوها لينا. وكنسموها بالزعتر ولا بفليو، والمنسم اللي عندنا يمكن لينا نسمو في الاخير. والحسوه ديالنا هي واجده، يعني ما خدتش منا وقت كبير، نص ساعه وجدات لينا كيف ما كتشوفوا كتجي سخونه. وهذوك الاعشاب العطريه ما شاء الله عاطين واحد الريحه كتحل النفس. كيف ما سبق لينا وعرفنا بان الزرارع اللي كنضيفوهم معهم كيتعتبروا حتى هما كذلك اعشاب طبيعيه مهمه تكون حاضره في المطبخ ديالنا، خصوصا في هذا البرد هذا، بحال النافع اللي كيعطينا نكهه وكيعطينا طعم بنين في هذه الحسوه هذه. السانوج كذلك اللي كيعتبر حتى هو من الاعشاب العطريه، حتى هو عنده واحد المذاق بوحدو. على فكره هاد الزرارع ما يمكن ليناش نديروهم غير في الحسوه، يمكن لينا ندخلوهم يعني في جميع الوصفات ديالنا ديال الطهي. وكانت هذه هي النتيجه النهائيه، حسوه بالشعير بالزرارع كتجي دافيه وبنينه وصحيه، كتصلح فطور كامل لكل العائله الكبار وكذلك الصغار. الا وصلتي لهنا راكي كتقلبي على فطور صحي بسيط، وهذه القناه معموله خصيصا لك، وصفات مجربه سهله ومفيده ديما كنشاركها معكم خطوه بخطوه. فخليكم معايا شويه وشوفوا طريقه التقديم الاخيره والنصائح الصغيره اللي كتخلي الحسوه كتجي بنينه ومتوازنه في الذوق وفي المذاق كذلك. وإلا عجبك الفيديو دعمك بلايك وتعليق كيعاوني بزاف، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال فطور صحي ووصفات البرد. وكتبوا لي في التعليقات واش كتفضلوا الحسوه هكا مرفقه مع التمر ولا مرفقه مع العسل، وباش نوجدوها ان شاء الله في الوصفات ديالنا الجايه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع فطور صحي ووصفه جديده كل يوم على قناتي وصفه كيريو. بالصحه والراحه.